السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واصحابي في الله، عاملين ايه؟ صلوا على الحبيب علشان خاطر قلبكم يطيب. يلا بقى، 2 ب10، 3 ب10، 4 ب10، كيلو وربع ب10، وزي ما انت عايزة. جبنة بقى من ايه؟ انا جبت بصراحة من اللي كيلو وربع ب10، ما فيهاش ولا سوسة ولا اي حاجة خالص، وحمرة زي ما انتوا شايفين. غسلناها وقطعنا الحتة اللي فوق كده وحطيناها في الحلة. ولا هنحط مية ولا هنحط اي اضافات خالص نهائيا. وهنولع عليها النار، وفي الاول النار بتبقى عالية، وبعد كده بنبتدي نوطي النار لغاية ما هتوصل للشكل اللي انا هوريه لكم ده دلوقتي. ادي شكلها بعد السوا، وصلت للدرجه دي ان القشره بقت بتطلع منها يا دوبك بالظبط كده، زي يعني اخدت بالظبط بتاع من نص ساعه لساعه الا ربع على النار، ما اخدتش اكتر من كده وقت. هنبتدي بقى نجيب الخلاط بتاعنا علشان نضرب الكلام دوت، واهم حاجه تضربيها وهي بارده تماما. بلاش تضربيها وهي سخنه علشان خاطر الخلاط بتاعك ما يبص منك، وهنضربها بالميه بتاعتها. سمي الله وصلي على الحبيب المصطفى. ودي اهم خطوه، لازم تجيبي مصفى تكون ضيقه كده زي ما انتوا شايفين، لان لو مصفى واسعه هتنزل لك البذر كله بتاع الطماطم. وبالذات الطماطم بتاعت اليومين دول فيها قشره تخينه وفيها بذر. بقى كده اللهم بارك، بعد ما صفيتها حطيتها تاني، شطفت الحله ورجعتها تاني في الحله، وهنروح نرفعها على النار تغلي غلوتين. انا بقى سبتها على النار تاخد بالظبط كده من ربع ساعه لتلت ساعه. طب ليه؟ علشان لو فيها اي ميه زياده تتبخر وتطلع. وزي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، سمكها حلو، ولا خفيفه قوي ولا تقيله قوي، وديت المطلوب. ان احنا ولا نتقلها قوي عشان ما نعوز نخففها، ولا نخففها قوي هنتقلها ازاي؟ هنضطر نحط لها معلقتين من الصلصه العاديه بتاعتنا. فاحنا نعمل القوام قوام وسط. أنا بقى كده اللهم بارك، انا الدورق دوت بياخد نص كيلو من الطماطم، وزي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله، يعتبر الكيس اخد بتاع كيلو الا ربع من الطماطم صافي. بسم الله ما شاء الله حلو جدا، لاني حطيت الدورق ورجعت حطيت تاني يعتبر نص الدورق، يعني بالظبط كده كيلو الا ربع من الطماطم اتحط في الكيس. وهنا بقى بسم الله اللهم بارك، سبتها لما هدت شويه كده، وابتديت عبيتها في الاكياس بتاعتي بتاعت التلاجة زي ما انتوا شايفين زي الفل اهي. وهسيبها لما تبرد خالص نهائيا، وابتدي ان انا ادخلها في الديب فريزر. في ناس بتحب تحط فلفل احمر، في ناس بتحب تحط بابريكا، كل واحد على حسب طريقته يشتغل. واقول لك السلام عليكم.